هذه الأبيات من كلمات السجين هيثم عبد السلام الخولاني، وهي مناشدة ونداء لكافة أولاد العمومة في خولان قرى بيت راجح، وعنهم الشيخ ناجي علي راجح، والشيخ علي مهيوب راجح، والشيخ محمد صلاح راجح، وإلى كافة أولاد عمومته أحفاد ناجي صلاح راجح. وتلك المناشدة بحل قضيته وإخراجه من السجن حي أو ميت. أداء الشاعر أبو الضياء سيف الزكري، تسجيلات استوديو أنغام يريم. محسوم عندي موت ولا حياة، خولان يا بيت راجح يا رجال الحظى، الأمر محسوم عندي موت ولا حياة، ما نزلت بواصله لابن خالي رضا، ولا بتنفذ حكم المحكمة والقضاء، وللمخاطي مراضي ما مضى قد مضى، فيما حصل بين خال الخولنة وبزياه، لمنعكم منع خولاني بسجنه قضاء، 11 عام ما إنسان واقف معاه، يا عزوتي من عذاب المركز والوضع، لا تتركوني بسجن ذي عياني عياه، من يرفع الراية البيضاء وصل الفضاء، ومن يريد الرضا لا تبخلوا من رضاه، لانه قبلي وبالتشريف لن يرفضه، ما غير ما قد لقي من أسرتي أي جاه، نزولكم لا دياره بالحكم والرضا، ينهي تعاقد حكم الدم عند أولياه، يا شيخ ناجي فؤادي باسمكم ينبض، ندالكم والمنادي من يلبي نداه، سواك والشيخ علي مهيوب لا ضائضة، ضوه يرجع بصر هيثم ويجلي عماه، والشيخ محمد لا نهض ينهض، وشل الأحمال وأولاد العمومة معاه، احنا عيال العمومة بالسلف والقضاء، أحفاد راجح وزا ظهري ومحزم قواه، لا تتركوني قاد الباطل علي مضى، والظهر بين الوهان والبرد ضيع دفاه، وانتو الأمل بعد ربي يا رجال الحظى، سيروا بالأسباب والمكتوب ماشي سواه، سيروا بالأسباب والمكتوب ماشي سواه، مكتوب ماشي سواه.